السلام عليكم، ازيك يا سيد؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ نقدر نتكلم عن الحكام شوية، عن الظلم اللي بيتعرض له الحكام، خاصة الحكام المصريين يعني. طبعا في كل ماتش بتشوف لعيبة بتغلط، مدربين بيغلطوا ويخططوا غلط وينزل لاعب مكان لاعب غلط، جمهور بيشجع، بيهاجم، بيغلط برضو أحيانا في لاعبين ومدربين. لكن دايما في شخص واحد بس هو اللي بيشيل الليلة دي كلها، هو طبعا معروف الحكم. الفريق بيبقى خسران 5 والكرة طلعت رمية تماس، فالمدرب بيطلع واللاعبين والجمهور بيقول لك احنا اتظلمنا من التحكيم. الناس ناسين اصلا ان الحكم ده بشر، احنا بشر يا جماعة. ويمكن هو الوحيد اللي مطلوب منه يكون دايما صح. ليه؟ مع ان انت لا في لاعب بيبقى صح دايما، ولا في مدرب بيبقى صح، ولا في رئيس نادي بيبقى صح، ولا في احد من المنظومة كلها دايما بيبقى صح. كل قرار خطأ للحكم بيتحول لهجوم على طول. يا بيشجع الفريق الفلاني، يا متحيز للفريق الفلاني، يا ما بيحبش الفريق الفلاني، او بسخرية يقول لك شايف الحكم يا عم ده أنا مش فاهم، وبتوصل لتهديد. تمام. طيب احنا هنتكلم النهارده عن ظلم التحكيم شوية، ونشوف خاصة الحكام المصريين واخدين حقهم ولا لأ، نظرا للحكام التانية. ونبطل دايما نتكلم عن تعليق الشماعة، يعني شماعة الهزيمة بتاعت الحكام دايما دي. الجمهور دايما بيلوم الحكم، مدربين لاعبين حتى لو خطأ بسيط. وطبعا بقى كل نادي ليه إعلام وسوشيال ميديا بيتكلموا فيه ايه. فهنشوف النهاردة حالات كده مماثلة من دوريات اللي انت بتحب تتفرج عليها وتشجع وتقول ادي الكورة، هي دي الكورة ولا بلاش، ادي الحكام ولا بلاش. هنشوف كم الأخطاء في الكرة الأوروبية كلها، ونشوف حالات مماثلة في الدوري المصري، وهنا اللعيبة بتتعامل ازاي تجاه الحكم، وهنا اللعيبة بتتعامل ازاي تجاه الحكم. وبعد المباراة الإعلام والسوشيال بيتعامل ازاي مع الحكم وبيجيب سيرته أصلا ولا لأ. وهنا الإعلام. هنشوف الحاجات دي مع بعض كده، وخليك صادق وعادل شوية بينك وبين نفسك. ده ماتش السيتي والهلال في كأس العالم الأخير. المفروض إن هما جايبين حكام صفوة في كأس العالم ده. اتفرج. دي كورة، دي هدف السيتي طبعا كلنا عارفينه. ها. شفت الكورة جت في ايد مين؟ بص الكورة، يعني تحس ان هي فيها تعمد كده صح؟ ولا ما تحسش؟ مش تحس ان هو راح زيها لنفسه كده؟ طب الكورة دي اتحسبت ايه؟ اتحسبت هدف. طب القانون بيقول ايه في الحالة دي؟ القانون بيقول هنا ان لو اللاعب سجل مباشرة من الكورة وهي جت في ايده بدون قصد او بقصد او في وضع طبيعي او وضع مبرر او غير مبرر، الهدف بيرد. لو سجل مباشرة. طب لو اللاعب ده عمل باص لزميله، بيبقى في حالتين: هل الكرة جت في ايديه تعمد ولا لا؟ لو تعمد، هي كده كده هتتحسب لمسة يد. طب لو مفيش تعمد وبصل لزميله، بتتحسب هل. طب انت شايف ان اللاعب ده ما عندوش حتة سنس كده ان هو راح عاملها كده، يعني ما يقصدش، راح نكشها كده بايده وراح لعبها بالعرض هدف. طب نشوف واحدة مماثلة ليها. ما علينا، الحكم هو شاف قراره كده، هو الحكم تقديريا هو شايفها ان هي مفيش تعمد. طب تعالى كده نشوف الكرة دي، مفيش حد يتكلم في الكرة دي مع الحكم. نشوف كرة هدف الزمالك اللي هو ناصر منسي. اللاعب اهو، جت في ايده، لاعب. بص الحكم راح يشوف الكورة، اول واحد اوت. راح طبعا بيقول بقى، بتسمع كلام بقى انت بتفهمش، هو انت مش عارف ايه هو، بنسمع كلام كتير يعني. بص، اول واحد اهو النظام كابتن ايمن، كابتن على واحد جاي يكمل، مع ان الراجل راح يشوف الفار في حالة عادية، يعني حالة المفروض يشوف فيها الفار، ده هدف. شاف الفار، هو حس ان ناصر، بص هو حس ان هو راح زايها بايده قدامه، فحس ان هي فيها تعمد، فراح لغى اهو، حس ان هو يقصد يزقها، فحسب لمسة يد عادي جدا. التانية بقى محدش يتكلم. شفت ده وهو راح اصلا يشوف الفار؟ شفت الناس عملت عليه ايه، والمدرب والكابتن عبد الواحد وكابتن ايمن بص عمل ايه. نشوف الهدف ده. ده ماتش البرتغال والمانيا يا جماعة. بص الكورة، طبعا الجودة مش حلوة قوي.
ان احنا عاملين في الجودة شوية بسبب حقول بس يعني. بصوا الكرة هتتباص اهي، المفروض ان رونالدو تسلل يعني اهي، هتتباص هنا كده اهي، كده المفروض ان هو تسلل. واضحة شوية ان هي تسلل، ممكن تكون لا، ممكن لما يكون يعمل الكرة تعدي بسنتي باتنين سنتي، لكن هي فيها شك اهي. كرة اتلعبت هدف. بص اللعيبة عادي بتتكلم مع الحكم عادي، بص التعامل بقى، هو ده اللي بيفرق عندنا المنظومة. بيتكلم عادي، كابتن الفريق بيتكلم مع الحكم حسب هدف، محدش يتكلم هو الراجل لمس اهو، هو لحد دلوقتي لسه الكورة ما طلعتش من رجليه على فكرة، كده طلعت من حوالي جزء من الثانية هي طلعت. يعني ممكن الراجل ده طالما موطي، ممكن يكون دماغه، شعره، كتفه، عادي ممكن بتاع ساعات بنوصل لنص ل 2 سم من الركبة، سم من الركبة ان هو تسلل. المهم ان في تقنية والراجل رجع لها. بص اصلا المدير الفني قبل ما الراجل يروح للتقنية ويصحي بصحة الهدف ولا لا، يقرر بصحة الهدف ولا لا. بص هو كابتن علي ماهر خلص، لا ده انا مقطع كده ومصارح يعني، واحد زي كابتن علي ماهر شخصية محترمة يعني. لكن هم يعني بضحكتهم دي بيحسوك بقى ان هم فاهمين الكوره كلها، فاهمين القانون، واللي بيحكم ده مش فاهم حاجه خالص، واللي قاعد على الفار اللي واخد رخصه مش فاهم حاجه خالص. هم بيحسسوك كده، تمام، مع ان انت لو دورت احنا ما عندناش منظومه اصلا. يعني انت ما فيش منظومه يا كابتن، هم 10 20 مدرب بيلفوا على الانديه كلها ومعروفه يعني كله بياكل عيش، لكن لا، المدربين هم التمام، اللاعبين هم التمام، اللي ما حسبتش تبقى كارثه. بص دي في ايده مفيش كلام ولا اي حاجه، ما رجعش الفار اصلا، يعني ما بصش للفار الحكم. لو عندنا كله هيطلع كابتن مدحت وكابتن رضا العيال وكابتن مش عارف مين ومين، هيفضلوا يقولوا مش عارف ايه الحكام، الحكام راحوا في داهيه فيكتور اسمين بص الزقه لعب المدافع، بص الزقه بالايد، والحكم ما رجعش للفار، وادى للمدافع انذار والحكم والهدف احتسب، رغم ان في دفع واضح. محدش اعترض يا جماعه، محدش اعترض، محدش يتكلم عن الكوره. بص ده راجل هدف تسلل، بص اصلا في دفع ورا والراجل ده زيه، يعني الراجل ده حتى لو ما زقش فهو في موقف تسلل اثر على حارس المرمى، تمام. بص وفي دفع، الحكم بعد ما رفع تسلل رجع للفار حسب الهدف. بص الكرة دي خرجت، هي مش باينة من هنا بس لكن هي خرجت كلها، ورجع للفار وحسب هدف. وعادي يا جماعة محدش يتكلم عادي، هم عارفين ان الاخطاء دي جزء من اللعب زي ما انت بتخطئ. دي كارثة، الكرة دي كارثة. بص الحكم، بص اشارة الحكم، اشارة الحكم كده بالايد او بالايدين معناها بيدي اللي هو الادفانتج، استمرار اللعب، بيديك فرصة انك تكمل هجمتك، ان انت عندك هجمة اهو، اداله اتاحت الفرصة، رفع ايده اهو، الكرة اتلعبت، بص الراجل رايح انفراد انفراد، بص الحكم بعد ما الكرة اتلعبت راح مركب. ها، شفت الكارثة؟ كارثة لو حصلت عندنا الحكم ده هيتوقف ممكن 30 سنة. دفع وعرقلة ما اتحسبتش وعادي الدنيا مشيت مفيش أي حاجة، وشد أهو، شد إيده ورجل. بص الكورة دي، شفت المسك ومنعه، مفيش أي حاجة ولا أي حاجة. بص الكورة دي في التسللات، بص الكورة، دول الخطوط بتاعت الفار الأولانية، ما نعرفش التانية بقى اتحسب التسلل إزاي. ومفيش حاجة يعني عادي، هم عارفين إن هي جزء من اللعب. مم. ده هو حسبها صح؟ لا حسبها غلط، حسبها ركلة جزاء، مع ان المفروض طالما الكرة جت في الجسم او في الرجل وجت في اليد ما بتتحسبش، طالما لمست الاول هنا أو يعني لمست الرجل او لمست الجسم وبعد كده جت في اليد ما تتحسبش، لكن لو جت في اليد مباشرة تتحسب. بص هو عمل ايه اهي، جت في بطنه الاول وبعدين في ايده، حسب جزاء، محدش يتكلم، الكرة دخلت هدف والدنيا مشيت. بص، بص الكوارث، بص المسك، ده ماتش برشلونة والريال، ها، مفيش اي حاجة عادي. بص ركلة الجزاء دي، بص اللعبة دي عاملة ازاي، ها، ما اتحسبتش، وايديه فوق خالص يعني مفيش كلام، ما اتحسبتش. ده كمان دوري سعودي، يعني هنا وهنا، يعني اوروبا والسعوديه واسيا وكله. بص الدفع، دفع واضح اهو. ولا اي حاجه. بص من ضمن الكوارث، الكوره اتلعبت، الحكم صفر الكوره هنا كده، الحكم نهى المباراه والكوره هنا كده، بص، وجت هدف، تقريبا كان هدف الفوز للريال، صفر الكوره في الهواء،
هو يحق للحكم يصفر الكرة في الأول، يحق له إن هو يحق له. هو الحاجة الوحيدة اللي الحكم بيسيبها لو في فرصة واضحة لتسجيل هدف، أو بيكمل ركلة جزاء. يعني لو بيكمل ركلة جزاء، ركلة جزاء اتحسبت قبل الوقت، فهو يحق إن هو يمد الوقت لحد ما ركلة الجزاء تتلعب. هو هنا صفر صفارة غريبة، دي ما بتحصلش. هل هو حقه؟ حقه لكن هي بتحصل دايما. بنشوف الحكم بيزود 20 ثانية و10 ثواني عشان هجمة، لأن ممكن قبلها يكون كان في هجمة الفريق التاني هو سابها. بتحصل كده يعني. بص هو صفر، هو فين؟ طبعا ما فيش تعدي على الحكم ولا حاجة. هو في اعتراضات ازاي يا كابتن مش عارف ايه، خلاص عادي، اعتراضات عادية يعني. بص هو لحد دلوقتي لسه ما صفرش، هو صفر اهو، حط صفر كده، صفر هنا. مع اني حكم كبير ودوري اسبانيا او دوري ابطال اوروبا وبتاع، الحاجات دي ما تحصلش في متفرج يعني. دي المفروض انت قرارك فيها ايه؟ دي ولا حاجه، بلاي اون يستمر اللعب مفيش مشكله. ليه؟ لان اللاعب التاكل، هو الوضع الطبيعي التشريعي بتاع الحركه دي ان هو بيجي عامل تاكل كده بيتزحلق. فان هو اتزحلق وكمل في رجل اللاعب بعد الكوره ما فيهاش مشكله، طالما لم يفعل حركه اضافيه. يعني ايه حركه اضافيه؟ يعني هو بيعمل تاكل، ما لقاش اللاعب بيشوط، راح مادد رجله التانية عليه، او راح رافع رجله لفوق، او راح رافع جسمه عشان يعرقله او كده. الراجل جه من بعيد عمل التاكل عادي جدا وجسمه كله على الارض، مفيش حركه اضافيه حصلت. هنشوف واحده فيها حركه اضافيه دلوقتي. تاكل هو بيلعب راحت للسمانه، بص فين. على فكره الحكم هنا ما حسبش اي حاجه. بص الكره دي بقى، دي كارثه. كارثه. بص مين اللي لعب؟ المهاجم كابتن داروين مايونيز. بص البيكفورد عمل له ايه؟ ضربه شلوه. الحكم ادى مايونيز كارت اصفر في الكوره دي للعلم يعني. شايف؟ لا لا، عيد دي تاني. بص الكوره دي كارثه كارثه. ركله جزاء وانذار للحارس، على الحارس، ركله جزاء وانذار للحارس. الحكم حسب على مايونيز سيميليشن واداله انذار، حسب تمثيل. كوارث. انا عايزك تتخيل ده كله بيحصل في الدوري المصري. ايه اللي هيحصل لو ده حصل في الدوري المصري؟ هتعملوا ايه؟ والاعلام هيطلع يشتم في مين ويقول لمين ويعمل مع مين. تعالى بقى نشوف حكامنا بتتعامل ازاي، دول بيغلطوا كده وبيتعاملوا ازاي. وتعالى نشوف حكامنا بيتعاملوا ازاي. بص الحكم ده حسب قرار في ماتش كفر بولين، نادي بدر تقريبا قسم تاني او تالت، دوري القسم التالت. يعني مش دوري ابطال اوروبا ولا دوري انجليزي، القسم التالت. بص حصل في ايه، مع ان قرار كان صح يعني. بص الزق، بص الحكم، بص بيعملوا فيه ايه. بص زق، زق. كل ده لسه مع الحكم، احنا بنجري الفيديو. بص، بص كام واحد، كام. بص راحوا له غرفة الملابس، لحد غرفة الملابس راحوا له مع الحكم. الغرفة مقفولة. بص. مم. شايفين؟ ده الفرق، هو ده الفرق. شايفين الحكام بيتعامل معاهم ايه، وده قسم تالت. يعني تلاقي الراجل اصلا، هنيجي للصورة دلوقتي، بس القسم التالت ده مثلا بتلاقي الواحد جاي بياخد اصلا 100 جنيه في الماتش وبيديله كيس عصير ووجبه، مع احترامي يعني للانديه. بس هو دايما بيخسر بسبب مين؟ بسبب الحكام. طب بسبب انك ما بتعرفش تلعب؟ لا هو بسبب الحكام. طب بسبب ان المدرب ده مخطط غلط ومنزل لاعبين لا لا لا، هو بسبب الحكام. هو اي حاجه بسبب الحكام. دي يا جماعه كشف طبي. الحكام، حكام درجه اولى ودرجه تانية ودرجه تالتة، بيكشفوا كشف طبي بتاع الموسم، واقفين من الساعه 9:30 للساعه 3 4 العصر. كشف طبي، واقفين في الشمس، مفيش اصلا مستشفيات مجهزه. بيدفعوا حق الكشف اللي بيكشفوه كل موسم، مع انه المفروض يبقى على الاتحاد، بس بيدفعوا. الراجل اللي واقف في النص ده سكرتير اللجنه، مفحوط مع اللجنه اكتر من الحكام، لان الراجل ده ملزم منه يخلص الورق اللي في ايديه والاستمارات ويوديه للاتحاد بختم. مطلوب منه ان حكم يكشف وما يرجعش تاني عشان في غلطه في الورقه، يكون كاتب بياناته صح، ويروح للدكتور ده يتحايل عليه شويه عشان يدخلنا بدري شويه، ويروح للاستاذه الفلانيه المديره عشان هي بتمشي الساعه 2، معلش اقعدي معايا ساعه او اتنين كمان. ده اللي بيحصل. ده اللي بيحصل مع حكام الدوري. خلي بالك حكام الممتاز كده بيروحوا يكشفوا في مستشفيات برضه وبيدفعوا حق الكشف نفسنا، مع اختلاف المستشفيات والاماكن. بس من الساعه 9 للساعه 3 بيكشفوا. تيجي بقى لايه، لاهم حاجه في العامل ده بقى، وان هو اللي انت شغال عليه واللي انا شغال عليه واللي احنا اصلا عايشين عشانه، آه، بعد رضا ربنا يعني. والاخر ان انا بشتغل عشان فلوس، ان انا عشان اكل ولادي، ان حضرتك عشان تتجوز، وان حضرته عشان يعمل بيت ويشتري عربيه كلنا شغالين عشان كده. طيب اعلى حكم عندنا في الدوري المصري اللي هو الممتاز، ماتش القمه، اي ماتش في الدوري المصري ب 10000 جنيه، وده لسه زايد كان بسبعه، ب 10000. فيما اقل بقى، يعني 10000 فاقل. يعني الدرجه التانيه بسعر تاني خالص، الدرجه التالته، الدرجه الرابعه، لحد تحت كده، مفيش فلوس اصلا. طيب تيجي تبص للحكام دي، بص بيقول لك في السيريا
في الدوري الإيطالي بياخد 5600 يورو في المباراة الواحدة. طب في الدوري الفرنسي 3124. طب في البوندسليغا 5600. في الدوري الأسباني 4300. الدوري الإنجليزي 1065 في الماتش، نسبة لحد 3000 تقريبا. بس الحكم في الدوري الإنجليزي له راتب ثابت. الحكم بياخد راتب ثابت أصلا في الدوري الإنجليزي. بيحصل الحكم في الدوري الإنجليزي حوالي 322 ألف في السنة. الدوري الإنجليزي بياخد حوالي 322 ألف لحد 162 ألف الحكم الصاعد اللي لسه واعد. تمام. طيب الناس دي ليها أندية وليها أماكن مجهزة بيتمرنوا فيها، يعملوا فيها استشفاء، يتمرنوا فيها تكتيكيا، وتعمل لهم محاضرات في أماكن عالية. آه، مهيأ لهم كل حاجة. مفيش ضغط إعلامي. مفيش كل نادي إعلامه بيطلع يروح عامل يقعد من الساعة 10 بعد الماتش لحد تاني يوم بيشتم في الحكم. كل السنة بتعدي على الماتش يقول لك ده احنا خسرنا السنة 2013 بسبب الحكم. مفيش الكلام ده. الراجل صافي، ذهنه صافي، عادي بيحكم. انا عارف ان انا اخطأت عادي، ايه المشكلة؟ فبيبقى عنده امكانية واريحية انه يلعب تاني وتالت لكن ده في حكام عندنا كان مسنود لها ماتش اهلي وزمالك واعتذر، قال لك لا مش هحكم ماتش اهلي وزمالك. في ناس اعتذرت والله. بسبب ايه يا جماعة؟ بسبب اللي بيحصل ده، بسبب ان كل واحد شايف نفسه حكم. يا جماعة الحكام المصريين بيطلعوا بره، يطلعوا بره غلطاتهم بتبقى قليلة جدا نظريا للحكام التانيين. على فكرة دايما بنلعب افتتاحات البطولات الافريقية وبنلعب نهائيات من زمان. تمام، يعني دايما تلاقينا الحكام المصريين متواجدة في نهائيات البطولات الافريقية سواء منتخبات او اندية. بتلعب افتتاحات بطولات افريقية سواء اندية او منتخبات، ودايما متفوقة على اللي في القارة. متفوقة دايما على القارة، بس بره مش عندنا. بره الحكام يا جماعة بره بتتعامل احسن من كده، مش زي هنا. إنها يا جماعة الحكم بجد هو أكتر واحد بيواجه الضغط في الملعب، ومع كده بيتم تجاهل كل مجهود، وبنشوفه دايما في موضع مرمى الاتحاد. دايما هو المتهم، دايما هو اللي متحيز لفريق، دايما هو اللي مخسرك، ده هو اللي مكسب التاني. الحقيقة إن العدالة مش بس في قرارات الحكم، لأ، لكن كمان في نظرتك انت ليه بتبصله ازاي. فالمرة الجاية لما تشوف ماتش كده بالله عليك وقاعد بتتفرج مع ماتش كده في بيتك او مع اي حد، حاول تحط نفسك مكان الراجل ده، وان له اهل زيك، وان الراجل عايز يطلع احلى واحد في الماتش، احلى من اللعيبة واحلى من اي حد. يمكن ساعتها تفهم قد ايه المهنة دي فعلا مظلومة خاصة في مصر.